صباح الخير على الناس الجميلة. لا يا عم، احنا مش زي بعض، ولا عمرنا كنا زي بعض، ولا ينفع نبقى زي بعض. انا كنت زمان وطلع عندي اللي خلفوني عشان اجيب الجنيه، وانت امك وابوك مدلعينك وبيعطوك فلوس بالعبيط عشان تصرف وتشرب وتتصرمح وتمشي مع دي وتسيب دي. انا لو كنت قبضت من الورشة بتاعتي 150 جنيه وصرفت 10 جنيه وارجع البيت، ابويا يشاكلني: انت صرفت ال 10 جنيه دي في ايه؟ مش بخلوا منه، لا ده هو عايز يزرع فيا النشأة الحلال. انا تعبت وطفحت الدم عشان ارتاح الوقت، وانت ارتحت زمان فهتطفح الدم الوقتي. وبعدين دي مش شغلتي ولا مشكلتي، دي قوانين وربنا حطها لعباده في الكون. لكل مجتهد نصيب، وازرع هتجني، والكلام الحلو اللي كانت ابله عطيات بتحفظه لنا زمان واحنا في اولى تاني. اقسم بالله العظيم ما احنا زي بعض ابدا، ولا ينفع نبقى زي بعض ابدا. ازاي انا كان كل همي ان اشتغل واحوش وامسك الجنيه واستر بيتنا واخواتي، وانت كل همك تسهر مع دي وتشرب كذا وتتبسط مع فلان. انت عشت متاع الدنيا كله بحلال وبحرام وبقرفه، انا ماليش فيه. المهم انت كنت مبسوط وبتتباهى بحياتك دي وبتصرف بهبل، وانا بعين الجنيه على الجنيه ما بقولش يا رب يزود، ولا بقول يا رب بارك فيه، عشان البركه احسن من الكتره. وما ببصش للحرام خالص خالص، ولا عمر ابويا دخل بيتنا جنيه حرام. يبقى زي بعض ازاي؟ ولا انت اصلا بتفهم ازاي؟ طب تعال اقول لك على حاجه بصراحه كده، لو انا كنت زمان طلبت منك تعال نبدل الادوار، انت تبقى مكاني وانا ابقى مكانك، تفتكر انت كنت هتوافق؟ اكيد لا، انت عمرك في حياتك ما كنت هتوافق، ولا انا اصلا كنت اوافق. لا انت هتعرف تعيش عيشتي اللي ابويا اختارها لي، ولا انا اعرف اعيش عيشتك اللي ابوك اختارها لك. وعشان ابويا اقنعني ان طريقنا هو ده الطريق الصح والفالح، وانت وابوك طريقكم الغلط والطالح. جاي انت الوقت بعد ما خربت حياتك جاي تبص في حياتي بتتمنى انك تبقى مكاني وتبقى زيي ومستكتر عليا اللي انا فيه؟ ده يا ابني شغل ربنا، مش شغلني انا. مالية نسبة 1% ذكاء ان اعمل كده، ده شغل ربنا ماليش فيه. الوقت جاي تقول احنا زي بعض؟ ليه زمان ما قلتش احنا زي بعض؟ انا ليه زمان ما قلتش احنا زي بعض؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل جزائنا في الاخره يا اما جنة او يا اما نار، واحنا اللي بنختار طريقنا. اللي عاوز جنة هيمشي في طريق الجنة، واللي عايز النار اهو ماشي في طريق النار. احنا اللي بنختار، محدش بيجبرنا، محدش بيجي يحاسبنا في الدنيا ويقول لنا لا ما تعملش كذا يا اما هموتك يا اما هسجنك. الحاجة الوحيدة اللي ما فيش فيها اجباري، انت امشي في اللي انت عاوزه، بس في جزاء جنة او نار. وكذلك برضو في الدنيا، امشي بما يرضي الله، احنا اللي بنختار. هتمشي بما يرضي الله هتلاقي تعبك، هتعيش على هوى الشيطان هتخسر دنيتك واخرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.